النهارده الدرس الاول فوتوشوب. اول حاجه هناخدها واجهه البرنامج، وبعد كده هناخد شويه ادوات هنشرحها بالتفصيل. فيلا بينا نبدا على طول. اول حاجه هنشرح الواجهه، وهي عباره عن عندنا فوق هنا ده اسمه شريط القوائم. زي ما بيكون في الوورد شريط قوائم، هنا برضو في شريط قوائم، ولكن مع اختلاف القوائم طبعا. تاني حاجه عندنا هنا شريط الاعدادات. شريط الاعدادات دوت عبارة عن اعدادات بتتغير على حسب تغير الأداة. يعني هنا الأداة ديت لو بنستخدم الموف تول هتلاقوا الإعدادات بتاعة الموف تول، هنستخدم أداة تانية هتلاقوا الإعدادات بتاعة الأداة التانية دي، وهكذا. تمام. فكل ما نغير الأداة كل ما شريط الإعدادات هتلاقوه بيتغير معاكم، وده هنشرحه بالتفصيل إن شاء الله. بعد كده هتلاقوا هنا شوية قوائم، قائمة الألوان، الكولرز، اللايرز اهي مثلا. فدي عباره عن ايه؟ دي هنستخدمها على طول. طب بتيجي منين اصلا القوائم دي؟ بتيجي من حاجه اسمها قائمه ويندو اللي فوق ديت. هتلاقوا كل دي هي دي عباره عن القوائم اللي بتظهر لنا هنا. اي حاجه مش ظاهره لنا هنا نقدر نجيبها من القائمه دي. يعني مثلا قائمه شانل انا مش لاقياها، لقيتها اهي لما انا ضغطت عليها اهي تحت. تمام. فانا جبتها من قائمه ويندو. تمام. عايزه اخفيها وهكذا، خفيتها من هنا. طب عايزه اظبطها هنا، ارجع هنا. شايفين الازرق ده كده معناها ان انا اسيب ايدي، فخلاص هي كده هترجع مكانها. برضو ممكن احطها هنا اول ما يجي العلامه الزرقاء مثلا اهي. اول ما لقيت العلامه الزرقاء دي اروح سايبه ايدي فهتظهر لي هنا. طيب انا دلوقتي حاسه ان انا عكيت الدنيا وعايزه ارجع الدنيا زي ما كانت. طب اعمل ايه؟ اول زي ما كان البرنامج في البدايه هتلاقوا هنا في سهم صغير نازل لتحت كده، هنضغط عليه. في هنا علامة essential عليها صح. لا، احنا هننزل تحت ونعمل reset essential، يعني رجع لي كل حاجة زي ما كانت. طب هنا مثلا الشريط بتاع التولز دوت او الادوات ديت يعني شكله مش عاجبني، جاي بالطول كده ورخم. طب نعمل ايه عشان يبقى واضح اكتر؟ نيجي عند السهمين دول ونقوم ضاغطين ضغطة، هتبصوا تلاقوها ظهرت معانا. تمام. طب انا مش عايزه الشريط ده هنا، اروح جايباه في اي حته هنا واسيبه. تمام. عشان هنا يبقى الادوات بتاعتي يعني موجوده وانا واضحه، وانا ايه اعرف اركز فيها. تمام. لان شغلنا كله هيبقى على الادوات دي وشريط القوائم. تمام. طيب دلوقتي بقى احنا شرحنا واجهه البرنامج. هنعرف ازاي نفتح ملف جديد. نفتحه من قائمة فايل طبعا، ونيو زي برضو ما بنفتح في الوورد والاكسل بالظبط. نيو او اوبن. احنا النيو ديت لما بنكون عايزين نفتح صفحة جديدة، وده هو اللي احنا عايزينه دلوقتي. لكن اوبن دي لما بنكون عايزين نفتح صورة هي موجودة على الجهاز عندنا، او مشروع احنا عملناه قبل كده على الفوتوشوب وعايزين برضو نفتحه. لكن احنا هنفتح نيو وهنبتدي نشرح ازاي نعرف نعمل مشروع جديد من اوله لاخره. تمام. طيب اول حاجه عندنا هنا فتح لي اللي انتوا شايفينه ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بيقول لي انت عايزه ايه بالظبط، عايزه مقاسات الصوره بتاعتك ايه، عايزاها عرضها ايه، طولها ايه، عايزاها بيكسلز ولا بالسنتيمتر ولا بالانش، الكلام ده كله. طيب دلوقتي هو الفوتوشوب موفر لنا مقاسات جاهزه. فالمقاسات الجاهزه هنا ممكن تحتاجوا مثلا بيقول لك ويب سمول، يعني المقاسات اللي موجوده على الويب اللي هي المواقع الصغيره. لكن اللي هنا الموست كومن يعني الشائع، المقاس الشائع اللي اغلبيه الناس بتستخدمه على النت او المواقع او كده. عندنا فوتو يعني الصور. لو انا مثلا انا فاتحه مشروع بتصوير وبطبع صور، فانا هستخدم الجزئيه دي. ممكن اعمل 4x6، هو جايب لي المقاسات جاهزه. طب لو هي انا مش عايزه اي مقاس من المقاسات دي، انا اقدر اعمل المقاسات اللي انا عاوزاها من هنا. ده العرض وهنا الطول، اقدر اكتب الصوره المقاس بتاعها زي ما انا عايزه. تمام. وهنا برنت يعني الحاجات اللي انا عايزه اشتغل شغل بس في طباعه. ليه هو مجهز لي الحاجات دي؟ لان البرنت طبيعي هيكون غير لما انا هعمل صوره وهحطها على السوشيال ميديا. يعني انا مثلا بعمل صوره بس انا نيتي ان انا هحطها هعرضها على النت، يعني الناس هتشوفها على النت، لكن انا مش عايزه اطبعها. يبقى عادي هنستخدم الويب او هنستخدم الفوتو برضو مفيش مشكله. ولكن البرنت لازم استخدم البرنت. ليه؟ لان البرنت هنا فيه حته هشرحها لكم دلوقتي.
البرنت مثلا هنا جايب لي المقاسات طبعا بتاع الورق اللي انا بطبعه جاهزه طبعا، وزي ما قلت لكم ممكن تغيروها من العرض والطول بتاعها، وممكن تغيروا الانش دي. هي طبعا الناس يعني الاغلبيه الناس بتستخدم البكسلز ماشي، لكن لو عايز تستخدم سنتيمتر انش براحتك برضو، ولكن البكسلز ده شائع عالميا تمام. وطبعا هنيجي هنا هنختار برضو المقاس اللي احنا عاوزينه. اغلبيه الناس بتطبع الاي 4، الاي 4 اللي هي الورقه بتاعه الكشكول اللي هي العاديه اللي احنا عارفينها دي. مثلا لو عايزين نطبعها هنا بقى، هنا هو جايب لي المقاس بتاعها دايركت 210 والعرض بتاعها والطول بتاعها 297. وهنا جايب لي بيقول لي انت عايز تطبعها بالعرض ولا بالايه ولا بالطول. طبعا هي بطبيعتها بتبقى بالطول، لو انا عايزاها بالعرض مفيش مشكله هدوس على هنا بالعرض، ولكن انا عايزاها بالطول. هنا بقى هنا المهم في الموضوع كله حاجه اسمها ريزوليوشن. الريزوليوشن يعني الوضوح او يعني الجوده بتاعه الصوره. الجوده بتاعه الصوره هنا طالما بنطبع يا جماعه لازم تكون 300 مش اقل من 300 عشان الجودة تطلع معانا حلوة في الطباعة. ولكن لو انا مثلا بعرض صورة على الويب هتلاحظوا هنا ان هو خلى الريزوليوشن من نفسه خلى 72. ليه؟ لان 72 دي النسبة الكويسة جدا بالنسبة للعرض للصورة انا بعرضها، ولكن الصورة اللي انا هطبعها لازم لو جبنا البرنت زي ما قلت لكم لازم تكون 300 مش اقل من 300. فهمتوا؟ فهي دي الحته اللي مهمه في الريزوليوشن. لما اجي اطبع انا المفروض بطبع على السيان والماجنتا ويلو، ولكن لما اجي هعمل صوره على الويب هي دي اللي هستخدم الريد والجرين والبلو. يعني الصوره اللي احنا بنعرضها على شاشه كمبيوتر على شاشه موبايل ايا كان الشاشه مش هنطبعها يبقى نستخدم الريد والجرين والبلو تمام. لكن الصورة اللي هنطبعها لازم تكون على السيان والماجنتا ويلو اللي هي هتلاقيها تحت هنا دي SMYK، يعني سيان ماجنتا يلو. الكي اللي هي البلاك، لون البلاك تمام. وهشرح الكلام ده كله بالتفصيل. وطبعا هنا الفيلم اند فيديو. الفيلم اند فيديو ديت يعني اي صورة هتعملها عشان مشروع فيلم او عشان هتحطه داخل فيلم او داخل فيديو، فبتستخدم برضو من هنا عشان طبعا مقاسات الفيديو واللي انت بتعمله لازم تعمل الصورة على قده تمام. والموبايل زي ما انتوا عارفين انت مثلا هتعمل صورة على موبايل ايفون على موبايل مش عارف ايه، برضو المقاسات بتاعة الموبايلات موجودة هنا علشان لما تيجي تعمل الصورة تكون ماشية مع التصميم بتاع الصورة اللي انت هتعملها على موبايلك بالظبط. مثلا دلوقتي انا هعمل على الويب او الريسنت دي. الريسنت دي يعني اللي هو الشائع بتاعنا، او برضو ويب، هي الاتنين نفس النظام بالظبط تمام. فانا هقول الريسنت وهختار الويب كومن، ده اللي انا بختارها دايما لان هي الشائعه. ولو انا طبعا بعمل صوره معينه او مشروع معين وحد طلب مني مقاسات معينه لا يبقى بكتب المقاسات اللي انا عاوزاها بالظبط. وبرضو لو عايز اطبعها بغير الار جي بي كولر، وطبعا يفضل لما نيجي نطبع زي ما قلنا هنختار البرنت تمام. دلوقتي انا مش هطبع ولا حاجه، انا هعمل مشروع احطه على الويب. فانا هعمل ايه؟ هختار الويب ده وهاجي هنا هنختار اللون. عايزين لون الباك جراوند تكون بيضه ولا بلاك ولا باك جراوند كولر. انت تختار الكولر يعني، ولا ترانسبيرنت. الترانسبيرنت ديت يعني اللون الشفاف. يعني ايه؟ يعني انت عايز باك جراوند شفافه فانت هتعمل عليها مشروع يعني صوره باسمها PNG، احنا بنسميها PNG يعني وراها الخلفيه شفافه تمام. فدي لو هنختارها لازم تختاروها من هنا يفضل. مينفعش تروحوا تعملوا المشروع يعني مثلا مينفعش اروح اختار الابيض واجي بعد كده اقول ما انا عايزه الصوره دي شفافه، مينفعش، لا يبقى لازم تختاروها من هنا. فانا دلوقتي انا طبعا مش عايزه صوره شفافه ولا حاجه، انا عايزه وايت والورقه بيضه ونعمل لها كرييت تمام. وبكده انا قدرت افتح صفحه جديده وقدرنا نظبط الدنيا. طب انا دلوقتي بقى مثلا انا ما خدتش بالي وفتحت بسرعه الملف وكل حاجه، بس انا نسيت ان انا بشتغل على مقاس ايه. انا عايزه اعرف المقاس بتاع الصوره اللي انا ضغطت عليها دي ومش واخده بالي. يبقى انا هرجع هنا هاجي عند الايمج. طالما انا عايزه اعرف مقاس وصوره وكده يبقى كلمه صوره يبقى هنروح عند ايمج. طيب ايمج سايز يعني حجم الصوره، ايمج سايز. وطبعا الاختصار بتاعها الت كنترول اي
الت كنترول ار. يا ريت لو تحفظوا اللي هي الاختصارات دي لانها هتسهل عليكم الشغل جدا. هنضغط عليها وهنعرف من هنا مقاس الصوره. يبقى مقاس الصوره كان 1366، والطول هو اللي كان 768. تمام. فانا كده عرفت انا عرفت المقاسات. دي حلوه معايا تمام. طب مش حلوه معايا، عايزه اصغرها شويه، عايزه اكبرها شويه، انا حره طبعا. هقدر اكبرها مثلا، خليها 2000 لو انا عايزه اكبرها، وبلاش 2000 هخليها 1800 مثلا. ماشي. وهنا لما انا عملت ال 1800 دي، طالما اللينك دي مش معموله، فانا كده بقدر اغير ال 1800 لوحدها، وهنا اغير دي اخليها مثلا 600. ماشي. لكن لو انا عملت اللينك دي وجيت هنا مثلا عملت اللينك دي، هتبص تلاقي هو من نفسه بيغير لك الابعاد. يعني مثلا انا عملت لينك وجيت دلوقتي خليتها 1500، راح هو من نفسه عمل لي 843 عشان انا عامله لينك بينهم. لكن لو شلت اللينك اقدر اغير دي براحتي، الطول براحتي والعرض براحتي. فهمتوا؟ تمام. انا دلوقتي خلاص عرفت ابعاد الصوره بتاعتي والريزوليوشن تمام والدنيا معايا تمام. خلاص هنقول اوكي. يا اما لو انا عايزه الدنيا زي ما كانت، لا خلاص هكنسل. وانا كده انا عايزه الحجم اللي كان موجود في الاول ده، عاجبني وتمام. ماشي. يبقى الحته دي مهمه جدا. ليه؟ انا قلت لكم عشان دي هتنفعكم جدا لو معاكم صوره وهتشتغلوا عليها وعايزين تكبروا حجم الصورة او عايزين تصغروه. ماشي. يلا بينا بقى ندخل على الجزئية اللي بعدها. طيب انا دلوقتي في حتة مهمة لازم اقولها لكم، وهي ان انا ازاي بعرف اعمل سكرول كده يعني بعمل زوم ان وزوم اوت زي ما انتم شايفين. دي بعملها ازاي؟ طبعا ممكن حد منكم يجي يعمل بالماوس بتاعه البكرة دي، يبص يلاقيها ما بتعملش معاه. طب ليه؟ يبقى في حاجة لازم نظبطها عندنا. بنيجي عند الايديت وننزل تحت خالص، هتلاقوا سهم هنا تحت برضو، انزلوا كمان لغايه ما تلاقوا في الاخر خالص حاجه اسمها بريفرنس. البريفرنس دي هتضغطوا عليها هتلاقوا تولز، هتضغطوا على التولز وهتلاقوا هنا حاجه اسمها زوم ويز سكرول ويل. يعني انا عايز الزوم يشتغل بالبكره بتاعت الماوس، فانا عامله عليها علامه صح. لو عملت علامه غلط هبقى يعني شلت العلامه بتاعت الصح دي وقلت اوكي اهو. بص جاي اعمل، مفيش اي حاجه بتحصل معايا، ما بتعملش زوم ان ولا زوم اوت. بس طبعا دي لازم نعملها لان بتوفر علينا الشغل جدا وبتخلينا اسرع في الشغل. فانا طبعا هرجعها تاني واعمل لها صح ونقول اوكي، عشان دي بتخلينا نقدر نشتغل اسرع. تمام. عندنا هنا في الفوتوشوب حاجه اسمها لايرز. ايه هي اللايرز؟ اللايرز اللي هي القايمه دي لو واخدين بالكم اسمها لايرز، يعني طبقات يعني طبقه فوق طبقه فوق طبقه. طيب ايه اهميه اللايرز دي؟ هي دي اللي احنا بنشتغل عليها. او مثلا اهي ناخد شرح الطبقات اهي، وتعالوا نفتح المشروع بتاعنا ده وخلينا نفهم بقى ايه اللي بيحصل دلوقتي. ماشي. انا حطيت طبعا خدت اللايرز دي من هنا عشان بس اعرف اشتغل، وحطيتها هنا زي ما انا قلت لكم بننقلها نحطها هنا. ماشي. طيب عايزاها تكبر شويه هكبرها كده، نكبرها كده برضو عشان تكبر معانا. تمام. دلوقتي بقى انا عايزه افهمكم يعني ايه طبقات. انا مثلا عندي رسمه دايره ورسمه حاجه مربع ورسمه مثلث. طب انا ليه عامله كده؟ عشان اوريكم الطبقات دي معناها ايه. معنى الطبقات يعني انا مثلا لو حطيت المثلث ده خدته وحطيته على الضيق على المربع، هو المربع لسه باين، ولكن في حته جزء منه استخبى اللي هو الجزء اللي عليه ايه؟ المثلث. كاني حطيت ورقه وفوقها مثلا وفوقها ورقه تانية، بس حطيتها بطريقه مختلفه، يعني طريقه بينت نص الورقه مثلا. فزي ما انتم شايفين عماله احط الطبقات فوق بعض. فدلوقتي كل اللي بان في الموضوع الجزء اللي هو مش متغطي. لكن لو انا عكست الطبقات دي مثلا وخليت الدايره دي تحت المربع اهي، جيت هنا حطيتها تحت المربع، شايفين المربع عمل غطى الدايره. معنى كده ان انا لازم اخلي الطبقه اللي هي انا عايزاها تكون فوق وتبان هي اللي لازم تكون فوق، والطبقه اللي انا مش عايزاها تبان قوي او عايزه جزء منها يستخبى هي اللي تكون تحت. فهمتوا؟ دلوقتي خلينا ندخل في جزئيه تانية واللي هي الريد والجرين والبلو. تعالوا نفهم يعني ايه الكلام ده. هنا انا عندي برضو عامله 3 دوائر، الدايره اللي هي الدايره اللي هي الحمراء والخضراء والزرقاء اللي هي ريد جرين بلو. طيب ليه احنا عندنا الفوتوشوب بيقول لنا ريد وجرين وبلو، وليه بيقول سيان وماجنتا ويلو؟ احنا زي ما انا قلت لكم لما بنيجي نعمل اي مشروع
بنطبعه على ريد والجرين والبلو، قصدي لو احنا هنحطه على شاشه بيكون ريد جرين بلو، لو هنطبعها هيبقى سيان وماجنتا ويلو. طب الالوان دي بتيجي منين؟ هي دي عندنا الالوان الاساسيه اللي اصلا كل الالوان اللي في الدنيا، يعني مثلا لو جبت لكم الكالرز دي، الكالرز دي جت منين اصلا؟ جت من كل الالوان اللي انتوا شايفينها دي، هي اساسها هي الاحمر والاخضر والازرق. طيب ازاي بقى السيان والماجنتا ويلو برضو جم من خلال الثلاث الوان دول؟ ازاي برضو عايزين نفهم. لو حطينا الاحمر على الاخضر، شفتوا هنا في النص حصل ايه؟ عندنا بقى اللون ايه؟ اصفر، يبقى هو ده اليلو. مش احنا قلنا سيان وماجنتا ويلو؟ طب تعالوا نحط كده اهو، ده اللون الايه اللي هو السيان، واليلو اهو، والماجنتا اللي هو لو حطينا الازرق على الاحمر هيدينا الماجنتا اللي انتوا شايفينه. اللي في النص ده هو الابيض، اللي هو الثلاث الوان مع بعض، اللي هو الاحمر والاخضر والازرق يعملوا معانا ابيض. يبقى عرفتوا الالوان اتعملت ازاي. طبعا الاسود معناه ان مفيش لون اصلا، هو الاسود ده معناه كده، ولكن الابيض معناه الثلاث الوان على بعض. فاحنا عايزين على قد ما نقدر نفهم او نحفظ ايه الالوان بيجيبوا لنا ايه. يعني مثلا حطينا الاخضر على الازرق يجيبوا لنا ايه؟ يجيبوا لنا السيان، وهنا الماجنتا اللي هو ازرق على احمر، ويلو اللي هو قلنا زي ما قلنا ايه؟ احمر على اخضر. طبعا مع الوقت هتحفظوها مع الشغل كتير، بس هي مش هتبقى حفظ، هي هتبقى على قد ما هتشتغلوا على قد ما هي خلاص هتثبت معاكم. تمام. طيب دلوقتي بقى ايه هنعرف هي طب هو فايدة الثلاث الوان دول ايه؟ احنا ليه عمالين بنقول سياد ريد وجرين وبلو والكلام ده كله؟ علشان لما هنيجي في جزئيه في القص، احنا عندنا اصلا اغلبيه الفوتوشوب قص ولزق. يعني انا مثلا بقص صوره وباخد صوره تانية وبقص وبدمجهم مع بعض. ايه الكلام ده؟ يعني زي ما هوريكم دلوقتي. مثلا تعالوا نشتغل على صوره مشروع تاني علشان تفهموا اللي انا بقوله. خلينا مثلا نجيب صوره المنشار دي اشرح لكم عليها اللي احنا بنشرحه دلوقتي. طيب خلينا نقفل دي، خلاص احنا مش عاوزينها. بيقول لي انت عايز تسيف الكلام ده، انا طبعا بقول له نو مش عايزه اسيف، فبقفل ايه؟ بقفل القوائم دي كلها مش عاوزاها، بقول له نو مش عايزه اسيفها. لو عايزه اسيفها بقول يس. تمام. طيب دلوقتي انا ايه فايده الريد والجرين والبلو؟ انا دلوقتي عندي المنشار اللي انتوا شايفينه ده وانا عايزه اقصه، فانا هيفيدني بايه الكلام ده؟ هيفيدني بان انا هجيب قائمه الشانل. طب ايه قائمه شانل دي؟ لو انا مش لاقياها هعمل ايه؟ لو انا مش لاقياها هقوم جايباها على طول من قائمه ويندو، هتلاقوها هنا اهي تشانل اهي، هتقوموا ضاغطين عليها هتظهر لكم. طيب قائمه الشانل دي هي بتعتمد على الريد والجرين والبلو. يعني ايه؟ يعني هي مثلا بتجيب لك الصوره اللي عندنا دي، وبتجيب لك الجزء مثلا الاحمر اللي فيها بس. يعني تعالوا نضغط على الاحمر الاول. لو ضغطنا على الاحمر هو جاب لك كل الالوان، يعني مثلا جاب لك الالوان اللي ليها علاقه بالايه؟ بالاحمر، بس احنا مش شايفينه. احنا على قد ما بنقدر هي الصوره بتعمل ايه؟ زي ما تقولوا مش احنا لما كنا بنحط الاحمر مع الاخضر كان بيجيب لنا اصفر؟ فهو مثلا دلوقتي احنا ضغطنا على الاحمر فهو راح عامل لي الاصفر اهو كانه حددهولي. معنى الكلام ده ايه؟ احنا عندنا الابيض في الفوتوشوب معناه ان فيه لون، والاسود معناه ان مفيش لون. طيب يبقى لما الابيض يبقى فيه لون يبقى هو كده جاب لي اللون الاصفر اللي هو في المنشار اهو. بصوا المنشار شكله ايه؟ اللون الاصفر ده هو حوله لي الابيض لما انا اخترت الاحمر. تمام. ده معناه ان الاحمر بتاعنا ظاهر. اما هنا الاسود اللي انتوا شايفينه ده ماشي، ده كده مفيش لون، يعني هو كده بيخفيه. طيب احنا عايزين بقى نقص المنشار ده نخلي الصوره دي نحولها ان المنشار ده كله اسود مثلا، ونخلي الخلفيه ديت كلها تكون ابيض. ماشي. فهنعمل ده ازاي؟ احنا هنختار اكتر صوره مناسبه معانا، اكتر حاجه مناسبه معانا. يعني الجرين مثلا، تعالوا نضغط على الجرين برضو زي ما انتم شايفين كده ظهر لي اللون باهت شويه ومش حلو. طب تعالوا نضغط على البلو. ايوه هو ده اللي احنا عاوزينه. البلو خلى المنشار ان الحته الصفرة دي عشان طبعا الازرق عكس الاصفر، فعشان كده زي ما انتم شايفين عكس لي اللون وخلى اللون بقى اسود.
فانا عايزه كده، انا عايزه اغمق الحته الجزء بتاع الايد دوت. تعالوا نبعت التشانل دي من هنا علشان طبعا انا ايه مش شايفه منها. تعالوا مثلا ايه نخلي الصوره دي كلها اسود، ماشي، ونخلي الخلفيه هي اللي تبقى ابيض عشان نقدر نقص الصوره. هتعرفوا الكلام ده ازاي؟ هنيجي هنا عند البلو طيب هنعمل دبليكيت ازاي؟ هنعمل كليك يمين ونعمل دبليكيت شانل. هيقول لي طب تسمي الشانل دي ايه؟ خلينا نسميها منشار عشان احنا بعد كده اصلا لما نخلص هنمسحها فنبقى عارفين اسمها، او مش هنحتاجها يعني. فخلينا مثلا نسميها منشار زي ما قلنا، وهنيجي هنا نفضل واقفين عندها. وعلى فكره في طريقه تانية ان انتوا تعملوا الدبليكيت عشان لو علقت معاك ولا حاجه هتضغطوا برده هنا على البلو وتنزلوا بيها على الصفحه المتنيه من تحت، هيقوم عامل لك برده دبليكيت. بس هنا مش هيسميها حاجه، هيسميها كوبي، هيسميها بلو كوبي، مش هيسميها. ولكن انت عايز تسميها فخليك في الدبليكيت لاير اللي هي عن طريق الماوس زي ما قلنا، ماشي. اهم حاجه نتاكد ان احنا واقفين عندها دلوقتي. وهنبتدي نيجي عند اللي هي الايمج adjustment level. ليه احنا اخترنا image adjustment؟ عشان احنا عايزين نغمق الصوره. طالما جبنا كلمه صوره يبقى نختار image. طب adjustment دي يعني ايه؟ adjustment دي ليها علاقه بالدرجات يعني اللايت بتاع الصوره، يعني الصوره الفاتح والغامق اللي فيها. فاحنا اخترنا ليفل يعني الدرجات اللي في الصوره. فاحنا عايزين نغمق من هنا ونفتح من هنا، تمام. نفضل نغمق ونفتح لغايه ما نحس ان ده احسن حاجه احنا عاوزينها، تمام. مثلا انا فضلت اغمق اهو حلو قوي وفتحت برضو زي ما انتوا شايفين. بصوا الصوره يعني على قد ما بانت، على قد ما بانت ان هنا اسود وهنا ابيض، يبقى احنا حلو قوي تمام كده. طيب بس في حاجات هنا زي ما انتم شايفين بتاعه المنشار لسه اسود، وهنا عندنا الشجر لسه اسود، واحنا مش عايزين الكلام ده. طب نعمل في ايه؟ احنا نقول اوكي على الوضع ده، هو حلو قوي كده، ونيجي احنا بقى نظبط بايدينا. هنظبط ازاي الكلام ده؟ هنيجي عند البراش اهي، البراش تول، ونيجي عندها ونكبر شويه. طبعا نكبر بالايه؟ باللي هو كاننا بنعمل زوم ان وزوم اوت زي ما قلت لكم بالبكره بتاعه الماوس، تمام. ونيجي هنا وطبعا نختار اللون الاسود عشان احنا دلوقتي عايزين نخلي الجزئيه دي اسود، فنلونها كده بالاسود، ماشي. نبدا نلون الجزئيه اللي انتوا شايفينها بيضه دي في الصوره، ده معناها انها السلكشن بتاعنا او اللي هو التحديد بتاعنا هيطلع مش مظبوط، فاحنا بنظبطه بقدر الامكان. طيب تيجي نعمل زوم هنا اكتر 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 عشان طبعا انا غلطت هنا وانا عملت الجزئيه اللي انتوا شفتوها تحت دي، اقوم عامله كنترول زد يعني ارجع لي. طب ارجع تاني كنترول الت زد كده اتظبطت معانا. طب هنا زي ما انتوا شايفين البراش بتاعتنا او الفرشه بتاعتنا كبيره قوي. نصغرها ازاي؟ من حرف الدال وحرف الجيم. حرف الدال بيكبر، الجيم بيصغر، نصغر 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 بالجيم، ماشي، لغايه ما نيجي هنا عارفين الايد اللي انتوا شفتوها دي؟ انا دوست هنا على المسافه او اللي هي السبيس من على الكيبورد، ونعمل دراج او يعني نزق كده الشمال علشان نقدر نشوف. وبعد كده نسيب ايدينا من السبيس او اللي هي المسطره اللي على الكيبورد، ونفضل بقى نلون كده معانا الاسود. نتاكد بس ان احنا منطلعش بره. ونعمل هنا برضو طبعا الحته دي تبع المنشار فانا مش هلونها، هلون الحتت بس اللي هي ايه، اللي هي مش تبع المنشار. دي كانت كلها الوان جوه المنشار يعني لون تاني، فاحنا هنظبطها. طيب دلوقتي تعالوا نصغر كده وبصوا انا عملت ايه زي ما انتوا شايفين. دلوقتي بقى عايزين نخلي العكس بقى، نخلي الابيض ده اللي هو المنشار نفسه، الجزئيه بتاعه المنشار السوداء دي نخليها ابيض. نعكس هنا السهم ده يا اما من اكس من الكيبورد، الاكس من الكيبورد، ونكبر البرش شويه، نكبر الصوره ونيجي نعمل كده. احنا بنلون كاننا بنلون ابيض، احنا عايزين الصوره ابيض واسود. هنظبط كده الجزئيه دي، نعمل كنترول زد ونيجي نصغر البرش شويه اهي كده اتظبطت تمام. ونصغر كده ونشوف الشجر اللي هناك ده، نكبر له البرش شويه ونبتدي نمسح يعني كاننا بنلون برضو ابيض، فبيظهر لنا ان احنا بنمسح ولكن احنا بنلون ابيض، تمام. طيب دلوقتي حلو قوي كده معانا السلكشن هيبقى بالمنظر ده، هيبقى جميل. طب نعمل ازاي السلكشن؟ عندنا اكتر من طريقه. اول طريقه
طالما احنا قلنا سيلكشن يبقى نعمل ايه؟ يبقى نروح عند اداه سيلكشن، سيلكت، ونعمل ايه بقى؟ لود سيلكشن. لود سيلكشن هيقول لي السيلكشن بتاعك، المنشار بتاعك ده عايزه السيلكشن يجي في الابيض ولا في الاسود. هو كده كده هيجيبه على الابيض، لان الاسود زي ما احنا اتفقنا معناه ان مفيش لون، بس انا دلوقتي عايزاه يجي على الاسود، يعني يجي على المنشار نفسه. فانا هختار انفيرت. انفيرت يعني اعكس لي السيلكشن بتاعك، خليه على المنشار. زي ما انتم شايفين جاب لي فعلا السيلكشن ده على المنشار. طب ايه هي الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه هتلاقوا هنا دوريه عليها زي سيلكشن برضو، ده لو ضغطنا عليها برضو هتعمل لنا سيلكشن، بس هتعمل على الابيض مش هتعمل على الاسود. فعشان كده الطريقه الثانيه اللي هي نضغط سيلكت وبعدين لود سيلكشن ونختار انفيرت زي ما اتفقنا. تمام ماشي. طب بعد كده هنعمل ايه؟ بعد كده هنبتدي بقى احنا خلاص السيلكشن بتاعنا حلو قوي، نقوم نضغط على الار جي بي، نرجع تاني للصوره الاصليه ونشيل المنشار دي. مش احنا قلنا ان احنا بعد كده مش هنبقى عايزينها؟ خلاص شلنا من عليها علامه العين ديت وخلاص ضغطنا على الار جي بي. تمام. اما نقف على الار جي بي اتاكدنا ان احنا واقفين على الار جي بي، هنضغط على نيو ولاير فيا كوبي، يعني اعمل لي لاير جديد بس كوبي. ماشي. فهنضغط عليها، يا اما هنضغط على كنترول جي من الكيبورد. لما هنيجي نروح كده على اللايرز هتبصوا تلاقوا هو عمل لي ايه؟ جاب لي اهو، انا شلت الصوره العين من الصوره الاصليه شلتها وجاب لي المنشار لوحده. تعالوا نقف على الموف تول. الموف تول دي بنستعملها دايما ان احنا بنمسكها بنمسك بيها اي حاجه. فانا مثلا مسكت بيها المنشار اهو، وزي ما انتم شايفين قدرت اقصه وبطريقه حلوه جدا وواضحه جدا. فعشان كده انا بقول لكم موضوع الشانل دي هي هتفيدكم في قص حاجات صعبه كتير قوي قوي قوي. تمام. طيب احنا هناخد لو عايزين نسجل الصوره دي جي بيك بي ان جي يعني شفافه، اللي هي وراها الترانسبيرنت، الخلفيه ترانسبيرنت او شفافه. بنعمل ايه؟ بنعمل سيف از ونيجي نختار هنا اهي بي ان جي وهنختارها، وهنيجي هنا نقول ان احنا مثلا عايزين نحطها على الديسكتوب ونقول اوكي سيف. هيجي لنا هنا نقول له اوكي. زي ما انتم شايفين هتلاقوها نزلت على الديسكتوب اهي الصوره زي ما انتم شايفين. طيب عايزين تفتحوها تاني هنفتحها تاني اهو، بس هنفتحها في صفحه جديده عشان تتاكدوا. اهي جات لنا هنا ايه؟ عباره عن المنشار بدون الخلفيه. فمفيش احلى من كده ايه؟ قص ولزق يعني. طيب وممكن كمان تاخدوا الصوره دي وتحطوها على صوره تانية، يعني تقدروا تلزقوها على صوره تانية. تمام. طب تعالوا ناخد مثال تاني اصعب شويه يثبت لنا المعلومه. ناخد مثلا كوبايه الميه دي ونفتحها. احنا بناخدها بنزقها كاننا بنرميها، نحطها فين؟ على الحته اللي فاضيه فوق دي، فهتجيلنا هنا وتفتح. تمام. نيجي هنا بقى بيقول لك الصوره دي صعب جدا ان انا اقصها، والميه دي ازاي هقصها والكلام ده كله. مفيش غير عندنا الشانل دي احسن حاجه هتقصها لنا. زي ما اتفقنا اول حاجه بنشوف الالوان كل لون لوحده. مثلا الاحمر هنا عندنا الليمونه لونها اخضر، بس هنا الاحمر ممكن حلو جدا انه يبينها لنا، وانا شايفه ان هو مناسب جدا. بس تعالوا نشوف الاخضر. لو بصينا على الاخضر هنلاقيه برضو كويس، بس الاحمر احسن منه عشان الاحمر مبين الخلفيه اكتر. وهنا برضو لو بصينا على الازرق هتلاقوا الازرق مش هينفع خالص، لان الليمونه هنا زي ما انتم شفتوا لونها بقى اسود، فكده هتبقى لونها اسود والخلفيه هتبقى لونها اسود، فالليمونه هتختفي مش هتبان. يبقى الافضل لنا ان احنا نختار اللون الاحمر. يبقى نخفي الجرين ونخفي البلو وخلينا في الايه؟ في الريد. تمام. ونبتدي بقى نعمل دبليكيت لللاير. ماشي. نتاكد ان احنا واقفين عليه لوحده ونعمل كليك يمين ونضغط دبليكيت شانل. دي هنا مش لاير، اسمها شانل، يعني هي اسمها كده. تمام. فهنيجي هنا نسميه مثلا مياه، اللي هو اللي احنا بنعملها الدبليكيت ديت نسميها مياه. وطبعا لازم نعمل عليها علامه صح عشان احنا هنشتغل عليها، ونشيل الريد خالص. شيلنا الريد خالص ووقفنا على المياه اللي احنا عملناها كوبي. طيب دلوقتي بعد كده بنعمل ايه؟ افتكروا معايا الخطوه اللي جايه، افتكروا معايا. دلوقتي هنعمل قولوا ايوه برافو عليكم. image adjustment levels.
طيب دلوقتي هنيجي بقى نغمق. هيحصل ايه لما غمقنا؟ الخلفيه ابتدت تسود وده اللي احنا عاوزينه، ولما فتحنا الابيض ظهر معانا اكتر بتاع الايه الكوبايه اللي هي الميه. بس خلي بالكم الميه فيها خاصيه انها شفافه، الازاز شفاف، فانا عايزه اظهر كل حته في الكوبايه والحته الشفافه دي اللي هي مديه على الماضي دي، فانا مش عايزه اخفيها. فانا هعمل كده. بصوا حسيت انها هتختفي معايا، لا يبقى ارجع تاني، لان انا لو عملت كده انتوا خدتوا بالكم انها اسودت، فمعنى كده انها هتختفي خالص، فلا نرجع سنه كمان. وحلو قوي كده. طب تعالوا نفتح. طب لما بنفتح برضو ايه اللي بيحصل؟ برضو بنخلي الكوبايه يعني ايه مش بتبين برضو الشفافيه بتاعت الخلفيه اللي وراها، لا. فاحنا على قد ما نقدر ولا نغمق قوي ولا نفتح قوي. فزي ما انتم شايفين اهو احسن طريقه اهو ان انا وقفت هنا. حلو قوي تمام. هنقول اوكي على كده. وبعد كده فاكرين لما قلت لكم السلكت ممكن نعمله ازاي؟ مش احنا قلنا ان احنا ممكن نضغط على السلكت دي اهي كده، عملت لنا سلكت على الكوبايه على طول. وطبعا احنا كده كده عايزين نعمل سلكت على الابيض مش على الاسود، فهي هنا في الحاله دي ممكن تعملوا من هنا اسرع لكم. ولكن لو عايزين تجربوا السلكت التاني اهو هنعمل دي سلكت من الكيبورد كنترول دي، يعني الغاء السلكت، او من هنا سلكت وهتلاقوا دي سلكت موجوده هنا، بس طبعا هي مش متاكتفه دلوقتي عشان انا مسحت السلكشن اصلا. وهنيجي هنا هنعمل، تعالوا نجرب نعمل السلكت من نفسنا. هنعمل سيلكت ونعمل لود سيلكشن، وتعالوا نعمل، مش هنعمل بقى المره دي انفرت. المره اللي فاتت احنا عملنا انفرت عشان احنا عايزين نلون الابيض، كده كده هو هيلون الابيض، فاحنا مش هنعمل انفرت. اوكي هيجيب لنا زي ما احنا قلنا الايه الكوبايه. حلو قوي قوي ان هو عامل لي اللي انا عاوزاه بالظبط. فتعالوا بقى نخفي دي ونظهر الريد والجرين والبلو تاني زي ما كان، ونقف عليها على الريد ونعمل ايه بقى؟ افتكروا نعمل كنترول جي. كنترول جي، الكنترول جي، او بنعمل ايه؟ لاير نيو، واللي هي لاير فيا كوبي، لاير فيا كوبي اللي هي اختصارها كنترول جي. تمام. وهنيجي هنا عند اللايرز هتبصوا تلاقوا الكوبايه ظهرت لنا فوق. طب عايزين نبينها عشان هي طبعا لونها فاتح جدا مش باين، ان احنا نجيب لها خلفيه. يا اما نجيب لها خلفيه من بره، يا اما اعمل لها انا خلفيه وخلاص على طول، ان انا اعمل لها باك جراوند جديده. تعالوا مثلا نعمل باك جراوند، نختار لون عشان يبينها احمر، نعمل باك سبيس. او زي ما انتم شايفين بصوا بانت معانا الكوبايه بتفاصيلها بالميه اللي منطوره بكل حاجه. طيب لو حسيتوا ان في اي عيب هتقدروا تصلحوه جدا. طيب عايزين مثلا نخلي الكوبايه تبان اكتر، نعمل ايه؟ ممكن نعمل حاجه حلوه جدا، ان احنا نعمل دوبليكيت لاير برضو لللاير ده. ازاي؟ كنترول جي. هتبصوا تلاقوا بصوا الكوبايه ظهرت اكتر، كانك زودت الايه الالوان بتاعتها، حطيت كوبايه فوق كوبايه، فايه الطبقه بتاعتها عملت ايه؟ ظهرت اكتر زي ما انتم شايفين. وبكده تقدر ان انت تقص اي حاجه صعبه اللي هي التشانل.